تخيل تكون قاعد في بيتك بالليل، كل حاجة حواليك هادية، وفجأة تسمع صوت غريب جاي من شقة مهجورة جنبك. هتعمل ايه ساعتها؟ هتدخل تشوف ولا هتطنش؟ انا قررت اشوف، واللي شفته هناك ما كانش طبيعي خالص. كنت ساكن في عمارة قديمة في وسط البلد، الدور الرابع بالتحديد، والشقة اللي جنبي كانت مقفولة بقالها سنين. الناس كلها في العمارة بيقولوا ان الشقة دي ملعونة، وكنت طول الوقت بسمع حاجات غريبة منها، بس عمري ما فكرت افتح الباب او حتى اقرب منها، لحد ما حصلت الليلة اللي عمري ما هنساها. في يوم الجو كان مطر شديد جدا، والدنيا ضلمة على الاخر، والشارع كان هادي بشكل يخوف. كنت قاعد في الصالة بقرا في شوية كتب، فجأة سمعت صوت جاي من شقة الجيران اللي جنبي. الصوت كان شبه حد بيجر كراسي أو بيحرك حاجة بسرعة. قلت لنفسي أكيد خيال، مفيش حد عايش هناك. بس الصوت بدأ يزيد، وكأن حد بيتخانق جوه الشقة. حسيت بالخوف، بس فضولي كان أقوى. قمت من مكاني وخرجت بره الباب، وقفت عند الباب وسمعت الصوت بوضوح، ضحك عالي وصوت حاجة بتتكسر. مديت ايدي على الباب بتاع شقتهم، ولقيته بيتحرك شوية بشوية كأنه مفتوح، وقلت لازم أعرف فيه ايه. دفعت الباب بهدوء ودخلت. الدنيا كانت ضلمة تماما، بس نور الشارع اللي داخل من الشباك كان عامل خيال غريب على الحيطان. حسيت بحاجة بتتحرك ورايا، بصيت بسرعة وما لقيتش حاجة. فجأة الباب اللي دخلت منه اتقفل لوحده، وعمل صوت قوي جدا. بدأت أسمع صوت خطوات جاية من آخر الشقة، خطوات بطيئة وتقيلة. فضلت واقف مكاني مش قادر اتحرك، والخوف مسيطر عليا. بعد لحظة واحدة بس، الباب اللي في آخر الشقة اتفتح ببطء، وطلع منه نور ضعيف جدا. قربت على الباب بحذر وانا مش قادر افكر. لما دخلت لقيت أوضة صغيرة جدا، وفي نصها كرسي خشب قديم وعليه ورقة مكتوب عليها: اللي دخل هنا مالوش رجوع. فجأة حسيت بحد بيلمس كتفي. لما بصيت ما لقيتش حد. جريت بسرعة على باب الشقة، وكنت متأكد ان في حد ورايا بيجري. لكن لما فتحت الباب وخرجت، الدنيا رجعت هادية تماما. كل اللي حصل ده كان وهم او حاجة حصلت في عالم تاني. ومن ساعتها وانا مش قادر افهم اللي شفته. الجيران بيقولوا محدش بيدخل الشقة دي من يوم ما حصلت حادثة فيها زمان. بس هل اللي حصل ده كان حقيقة ولا لا، ولا دماغي يمكن لعبت معايا شوية؟ قولولي رأيكم في الكومنتات، وايه اغرب حاجة حصلت لكم في حياتكم. ولو عجبتكم الحكاية دوسوا لايك واشتركوا في القناة، عشان لسه في قصص اغرب بكتير. وسلام.